نشرت صحف البحرينية اليوم خبرا تناول قرار المحكمة الكبرى بتجديد حبس مواطن بحريني تمكن من الاحتيال على خليجيين وأقنعهما بشراء مقبرة الحورة ومبنى المحكمة بالمنطقة الدبلوماسية. القصة عبر هذا التقرير. خبر بحريني عابر عاد إلى الخليجيين مسلسل درب الزلق. الخبر يقول إن محتالا باع مقبرة ومقر محكمة لضحيتين، وحادثة صنفت بالنادرة حضرت في درب الزلق المسلسل الكويتي الأبرز قبل 40 عاما، عندما حاولت إحدى الشخصيات إقناع بطل المسلسل بشراء الأهرامات وأبو الهول وشحنها من مصر إلى الكويت. يعني حتى لو أشتري الأهرامات أيوة أبو الهول وياهم أيوة لازم طبعا دعاية شيء وياهم. لازم، لا في كتيبات. لا هذه دعاية وياهم، يعني إذا شريت، لأن هذا صفقة عبارة. أيوة لازم تعطيني منقرع أيوة وخفرع وحب قرع. حيث نشرت الصحف البحرينية خبرا تناول قرار المحكمة الكبرى بتجديد حبس بحريني تمكن من الاحتيال على خليجيين وأقنعهما بشراء مقبرة الحورة ومبنى المحكمة بالمنطقة الدبلوماسية، واستلم منهما مبالغ طائلة. قصة شراء المقبرة ووزارة العدل سردها المتهم داخل المحكمة، حيث أقنع المتهم البالغ من العمر 38 عاما المجني عليهما بأنه يستطيع بيع مقبرة الحورة لهما بسعر مغر، وبالفعل وافق على الشراء، فأخذهما إلى المحكمة لإنهاء الإجراءات، وعندما شاهدا مبنى المحكمة أعجبهما فواصل حيلته وأقنعهما بإمكانية شراء المبنى. وعندما سأل المتهم عن سبب وجود الكثير من رجال الشرطة في المبنى أكد لهما أنها إجراءات لحماية المقر الثمين. محمد اليوسي، العربية. وأنا راح أهدي لطفي هياكل بعلبك. يا وأنا ببيعك برشلونة.